التضخم في المغرب تجاوز أمريكا لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث. التضخم حاليا في المغرب وصل 8.3%، رقم جا كبر من الرقم اللي كاين في امريكا اللي هو 8.2. تخيلوا معايا المغرب عنده لانفلاسيون كبر من امريكا، والمغرب بحال ما كاين حتى شي حاجه. ما هو التضخم بلغة بسيطة وكيف سيثقب جيبك؟ سنشرح ذلك بعد قليل. هذه الأيام الجميع يخرج للسوق فيحس بأن هناك أزمة سرية، شي حاجة ماشي هي هذيك، كل شيء شعل فيه العافية. هل يعاني المغرب من انهيار اقتصادي مسكوت عنه؟ الدولة تتبدا غير تصرف وتتلجأ للبنك المركزي وتدخل له فتح. كيفاش الاقتصاد ديال المغرب غادي في واحد الركود حاليا، وكيفاش نتوما شخصيا غادي تاثروا؟ هل تعلم أن اليمن حققت نمو أكثر من المغرب في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي؟ بس في الفصيلة 80 نسبة النمو اخوتي المغاربة كتشق منك اليمن، شكون مسؤول عليها؟ هنا أوجه تحية لمن يقول للشعب المغربي اصمت، لا تتكلم حتى وإن كنت تعاني، اصمت حتى لا نصبح مثل اليمن. أبشرك، اليمن أصبحت أفضل منا في النمو الاقتصادي إذا كنت تعرف معناه أصلا. في غشت وصلنا لتضخم اللي هو 8%. هذا الرجل هو من يطبع الدرهم في المغرب حرفيا، هو المسؤول عن دار السكة التي تطبع الدرهم، إنه والي بنك المغرب الذي يوجد توقيعه على المال. هذا الرجل رفع مؤخرا سعر الفائدة إلى 2%. إذن غادي يرفع السعر الرئيسي ل2%. سنشرح ماذا يعني هذا بالتفصيل بلغة جيب المواطن البسيط، بلغة بسيطة. الرقم الثاني اللي خايب لا ثقة الأسر أو ثقة المستهلك، أخيب رقم منذ 2008. هذه الأرقام هي أرقام مرعبة بالنسبة للمواطن الواعي وليس مبنج، وهناك أرقام أخرى. فإذا كانت المداخيل ستقل بالنسبة للبعض، فإن الطبقة السفلى لن تجد حتى الخبز. أعلى مستوى تنزل درجة، وديك الإنسان الطبقة المتوسطة تيجي الحاجة ديال اللي هي الطبقة الضعيفة، وديك السيد من الطبقة الضعيفة مابقاش يشري كاع. هذه الحلقة حلقة أرقام مهمة ومؤشرات أخرى صادمة، وسنتحدث عن باطمة وطوطو سنتحدث عن الأسباب وراء هذا الانهيار الاقتصادي المسكوت عنه الذي يقطع أوصال المواطن البسيط، فهو الحلقة الأضعف. وأيضا سنتحدث عن الحلول، حلول مهمة جدا بالنسبة لكم، بالنسبة لك أيها المشاهد. خصك تطبق هذه الحلول بالدارجة. أولا، ما هو التضخم؟ سنتحدث بلغة الشعب، سنشرح بشكل بسيط جدا. التضخم هو الغلاء ببساطة. التضخم ممكن المغاربة يقولوا عليه الغلاء، لكن الغلاء يصبح تضخم عندما يصل لكل شيء تقريبا، وبالضبط عندما يصل إلى 400 مادة حسب المندوبية السامية للتخطيط، وهذه مؤسسة تابعة للدولة. إذا وصل الغلاء لهذه 400 مادة يتحول الغلاء إلى تضخم. التضخم حسب المندوبية السامية للتخطيط تتحسب على واحد السلة فيها أكثر من 400 مادة ولا 400 منتج. في هذه الحالة تصبح الفلوس الموجودة في السوق أكثر من السلع الموجودة فيه. الكمية ديال الفلوس اللي كتكون في السوق كتجاوز يعني الكمية ديال السلع اللي كتكون في السوق. كاين الفلوس ولكن السلع أقل، فترتفع أسعار كل شيء بشكل رهيب. هنا يتدخل بنك المغرب، الحمد لله سينقذنا. لا تفرح، الحل دواء مر، لأن الحل سيحل مشكلة التضخم، لكن سيكون حلا قاسيا في البداية بالنسبة لنا. فبعدما كنا نشتري بأسعار مرتفعة، يهدف بنك المغرب لجعلنا نتوقف أصلا عن الشراء لمدة ليست بالقصيرة. يرفع بنك المغرب سعر الفائدة في البداية، يتوقف الناس والشركات والجميع عن أخذ قروض من الأبناك، فتقل الأموال المنتشرة في السوق. وقد يقوم البنك أيضا بتقليل كميات الأموال المطبوعة، فتقل هذه الأخيرة في السوق. يتوقف الناس عن الشراء لأنهم مكحطين، يحدث ركود اقتصادي، ترتفع البطالة، يقل الطلب، الناس اللي غادي تشري ما كايناش، فتنخفض الأسعار في نهاية هذا الحل. عاد كيبدا الناس في الشراء بشكل تدريجي من جديد. يحدث هذا في مدة طويلة وليس بين ليلة وضحاها، ولهذا فإن القادم أسوأ. نتحدث عن نسبة تضخم تصل تقريبا إلى 9%. التضخم في المغرب دابا وصل 8.3%. تخيل معي 8.3% وكبر من التضخم ديال امريكا. سنعاني من انخفاض شديد في القدرة الشرائية للمواطن.
الحل بالنسبة لك إذا كنت مبلج تتابع أخبار الطوطو وباطمة وفتيحة فيجب أن استيقظ ويجب أن تطبق سياسة تقشف في بيتك، وإلا ستندم عندما تستيقظ فتجد نفسك في قلب العاصفة. على الأقل هذه السنة، وإلى السنة القادمة يجب شد الحزام، هذا لمن لديه مدخول، أما الفقراء فلهم الله، إنها سنوات عجاف.